والله يا بيه، مش هضحك عليك. انا قابلتها صدفة. بس بصراحة الموضوع جه سهل كده من غير ما ارتب له. هي وقفتني في الشارع وانا راجع من شغلي. انا بشتغل في مطعم، يعني مطعم مشهور ومعروف ليه اسمه. بشتغل مساعد جزار. ف وانا راجع بالليل بخلص شغلي الساعة 3 الفجر. فعلى 3 ونص كده قابلتها في الشارع. وقفتني فبتسألني عن مكان تبات فيه. ف قلت لها مكان زي ايه يعني؟ فقالت لي عايزه بنسيون او عاوزه يعني حاجه تبات فيها، يعني تعرف تبيت. شكلها كان مرهق وشكلها ما نامش بقالها كتير. فحسبتها في دماغي كده. انا شاب عازب وقاعد في شقه لوحدي. قلت وليه لا. فعرضت عليها تيجي تبات معايا في شقتي. وواضح ان هي من ارهاقها ومن تعبها ما قدرتش ان هي تمانع ولا تقاوم. طبعا كانت هي فاكره ان هي هتيجي بقى تقعد في وسط عيله لكن طبعا مش ده اللي كان هيحصل ولا ده كان اللي حصل. دخلت، قعدت معايا في الشقة، وبعدين عرضت عليها ان انا نعمل معاها علاقة فهي رفضت. فالموضوع حصل بالعافية. وبعدين اقنعتها ان انا هتجوزها وهنعيش مع بعض زوج وزوجة. وبعديها بأيام اكتشفت ان الشنطة اللي معاها فيها فلوس، حوالي 8000 جنيه. فبرضه اقنعتها ان انا عاوز الفلوس دي علشان اجر بيها شقة تانية ونوضبها وتبقى دي بقى ايه شقتنا اللي هنعيش فيها. وادتني الفلوس. بس طبعا عدى وقت كتير، بقت كل شوية تسألني عن الشقة وانا اقول لها ما لسه ولسه بدور فبدأت تطلب الفلوس بتاعتها. فانا ما كنتش عارف اعمل ايه. فهددتني ان هي تفضحني وهتروح تبلغ عني. فخفت. فخليتها نايمة. قلت لها تاني يوم احنا هننزل انا وانتي ونجيب الشقة وطمنتها يعني فنامت. فوهي نايمة جبت المخدة وكتمت نفسها فماتت فور. بس ما كنتش عامل حسابه انا الجثة دي هوديها فين. فبما اني جزار جه على بالي فكرة كده ان انا اقطع جسمها لكذا حتة، احطها في شنطة كبيرة وارميها في اي مكان. وهو محدش هياخد باله ولا حد هيعرف الشنطة دي جت منين. ده اللي جه على بالي وقتها. وده اللي حصل بالفعل. حطيتها في شنطة سفر. رحت نزلت اشتريت شنطة سفر. حطيت جسمها، قطعت جسمها لكذا جزء وحطيته في الشنطة. وخدتها ونزلت خدت ميكروباص. ولقيت مكان فاضي كده على الكورنيش مفهوش حد خالص. نزلت كده وقعدت شوية على الكورنيش كأني قاعد وكأني جاي من سفر أو كأني مسافر. والشنطة جنبي وشوية كده قمت سايب الشنطة وماشي كأني سهيت أو نسيت. عشان حتى لو حد شايفني يعني ما ياخدش باله. وهو لو حد خد باله هيندى عليا يا كابتن انت نسيت الشنطة. لكن ما حدش خد باله، معنى كده ان المكان كان فاضي خدت تاكسي ومشيت. وقلت اكيد ما حدش هيعرف يوصل لي. لكن للأسف علشان تعرف القصة بالتفصيل لازم تتابع معايا لحد النهاية. القصة بدأت من عند بنت اسمها سمر نديم. في 2020 سمر كان عندها صفحات على السوشيال ميديا وبالصدفة طلعت معاها حالة إنسانية. ومجرد ما نزلت الفيديو عندها على الصفحة الفيديو نال إعجاب عدد كبير قوي من الجمهور في مصر وبره مصر. ومن الوقت ده سمر قررت إن هي تكرس حياتها لفعل الخير. وتوالت الفيديوهات فبقى اي حد بيكون عنده حالة انسانية بيبعت لسمر على الصفحة وهي بتاخد الحالة تعمل معاها لقاء وتطلعها معاها على حساباتها. وكان بيجي لها تبرعات من مصر وبره مصر. وسمر لما لقت الموضوع بيكبر فقررت تعمل اجراءات لانشاء دار وسميته دار زهرة مصر. واختارت المكان مدينة بدر في شرق القاهرة. وبدأت تعمل العمل الخيري ده بشكل منظم ومنتظم. والتبرعات كانت بتجيلها بشكل رسمي. ومن ضمن الحالات اللي قابلتها سمر كانت حالة ضحى. وضحى هي بطلة قصة النهاردة. ضحى بنت من الفيوم عندها بعض الإعاقة الذهنية اتولدت بيها. والدها كان رافض ان هي تعيش معاه في البيت فقرر انه يطردها بره البيت. وكان بيقول عليها ان هي شؤم. فضحى خدت الشارع مأوى ليها. ففي ناس شافت ضحى وبدأوا يكلموا سمر نديم علشان تعمل فيديو وتطلعوا معاها على صفحاتها على السوشيال ميديا علشان والدها يمكن قلبه يحن من ناحيتها.
ولكن لا حياة لمن تنادي. والدها فضل مصمم على ان هي ما تدخلش البيت تاني، وهنا قررت سمر نديم ان هي تاخد ضحى تعيش معاها في الدار بشكل دائم. فعلا ضحى عاشت مع سمر في الدار بشكل دائم، وشافت الراحة والسعادة، وبدأت تحس ان هي انسانة مرغوب فيها. كنت بالامان وانت معايا، مش عارفه ماليش مكان تاني. لو مشونا من هنا هروح اقعد في الشارع، لو قالوا نقفل الدار ما انا مفيش في ايدي اي حاجه اعملها. انا هنا عايشه معاك يا استاذه سمر، بس وربنا يخليك ويبارك فيك يا رب. وفي 2025 النيابة العامة قررت بالتحقيق مع كل اللي بيطلعوا على السوشيال ميديا وبيحققوا أرباح في اللايفات. من ضمن اللي كانوا بيطلعوا في اللايفات كانت سمر نديم، ولكن كان توجهاتها كانت واضحة. ففي حد بدون ذكر أسامي بدأ يضغط بحملات قوية على السوشيال ميديا علشان يحصل هجوم أقوى على سمر نديم بالتحديد. وفعلا الهجوم أدى لنتيجة إن يحصل تحقيق مع سمر قعدت 3 أيام في التحقيقات، وطلع إن مصدر فلوسها معلوم ومفيش فيه أي مشكلة، ولكن وزارة التضامن الاجتماعي قررت بإغلاق الدار، وقالت وقتها إن في مواد مخدرة في الدار، وإن سمر بتدي المقيمات عندها مواد مخدرة علشان تعرف تسيطر عليهم. وفعلا وزارة التضامن قررت قفل الدار تماما وسحب التراخيص اللي موجودة مع سمر. وزارة التضامن خدت كل المقيمات في الدار وبدأت توزعهم على أديرة تانية. كان من ضمن اللي توزعوا كانت ضحى. في بعض المقيمات قدروا يكملوا الأماكن اللي اتنقلوا ليها، ولكن ضحى ما لقتش الراحة في أي دار من اللي راحتهم، فقررت ترجع تاني للشارع وسابت القاهرة واتجهت ناحية اسكندرية. وهي في اسكندرية قابلت الشاب اللي كنت بتكلم على لسانه في أول الفيديو. اللي قتل ضحى ما كانش الشخص اللي قابل ضحى في اسكندرية. أول خنجر اتحط في صدر ضحى كان من والدها لما رماها في الشارع. تاني خنجر الجمهور اللي كان بيساعد على انتشار الحملات اللي كانت بتحاول تقفل الدار، وفعلا قفلت الدار. ده كان تاني خنجر في جسم ضحى. اما تالت خنجر وكان النهاية هو الخنجر الاخير من الشخص الجاني اللي قابلته ضحى في اسكندرية. الله يرحم ضحى. وللعلم الشخص اللي كان مصمم يأذي سمر نديم عنده دار واتقفلت برضه مع قفل دار سمر نديم، وكأن من حفر حفرة لأخيه وقع فيها. السلام عليكم.